السلام عليكم. هناخد الهايبوثيرميا. الهايبوثيرميا عندي بتحصل في النيونيت وفي التشيلدرن وفي الادلت وفي الهيومن عامة. هنلاقي ان مشاكل الهايبوثيرميا بتكون اكثر في الناس اللي هي ثن او اللي عندها كمية فات قليلة. تمام. الناس اللي مناعتها ضعيفة، الناس اللي عندها مشاكل في المصل، وهنعرف ليه. يعني احنا كده نقدر نتوقع ان مشاكل الهايبوثيرميا هتكون اكتر في الاطفال عن الادلت. تمام. طيب هتكون كمان في النيونيت اللي هم المبتسرين او حديث الولادة عن التشيلدرن الكبار شوية. هنلاقي كمان ان حتى في الادلت هتكون اكتر مشاكل في مين؟ في الناس الالدرلي دول اللي هم الكبار في السن. طيب نيجي واحدة واحدة كده. أنا عايزة دلوقتي أعرف الديفينيشن بتاع مين؟ الديفينيشن بتاع الهايبوثيرميا. احنا خدنا ان الطبيعي ان النورمال رينج بتاعنا بتاع درجة الحرارة من كام لكام؟ من 36.5 ل 37.5 درجة سيليزيوس. تمام؟ طيب دلوقتي بقى لو درجة الحرارة بتاعتي قلت عن 36.5 هقلق وهقول ان ده هايبوثيرميا. هو المفروض ان الهايبوثالاموس درجة الحرارة المظبوطة اللي هو متظبط عندها 37. امال احنا ليه حطينا الرينج ده؟ عشان انت ذات نفسك ما تقلقش. احنا قلنا ان الرينج ده بحيث لو هو من 36.5 ل 37.5 زودنا نص وقللنا نص اللي هو ايه؟ لا انت في خلال الحاجات دي انت طبيعي، مفيش مشكلة، مش هنقلق. تمام. غير ان درجة حرارتنا بتتغير بالجو. الهايبوثالاموس ذات نفسنا وده الحاجة الأساسية اللي بتظبط درجة حرارة الجسم، بتظبطه على حسب تغيير درجة حرارة الكلايمت تشينج، تغيير المناخ وهكذا. طيب دلوقتي لو درجة الحرارة بتاعتي وصلت ل36.4، هل هقول ده هايبوثيرميا؟ أولا دلوقتي هو أقل من النورمال رينج، صح؟ ولكن أنا عايزة أعرف، أنا عايزة أنتبه. لو هي 36.4، ايه المشكلة بقى؟ هل الجو برد عشان احنا في الشتاء فوصلت ل36.4، ولا في اي حاجة، ولا ده الطبيعي بتاعك، ولا عشان انت لابس خفيف، ولا وهكذا. فانا مش عايز اقلق. ولكن لو لقيتها كل مرة بتقل، يعني بدأت 36.4 ولقيتها 36.3، تمام، لا انا كده بقى ايه؟ انا كده بدأت اقلق. انت ماشي في اتجاه ايه؟ اتجاه لانخفاض درجة الحرارة. ستوب. لا لو كان كده الجو برد روح البس جاكيت، صح؟ روح تقل على نفسك، روح اشرب سوائل دافية، لكن كده ما ينفعش. تمام كده. نفس النظام لو درجة الحرارة 37.5، 37.6 مفيش مشكلة. عشان كده فعلا في كتب راحت زودت النورمال رينج شوية والابديت وقالت لك ان النورمال رينج احنا هنوسعه شوية وهنخليه 36.1 الى 37.7 درجة سيلسيوس. ده صح؟ ده صح فعلا. بس احنا قلنا ايه؟ ان درجة الحرارة الاساسية بتاعة الهايبوثالاموس 37، ننقص نص ونزود نص وهكذا. طيب كذلك الامر بقى لو ده درجة الحرارة قلت عن 36.1 ووصلت ل36، لا انت كده فعلا اقول لك هايبوثيرميا وخد اكشن، بدل ما نضطر ان احنا نوصل ل35. ماشي، لان في كتب بتقولك ان درجة الحرارة اقل من 35. الله، يعني انا هستنى لما درجة الحرارة توصل ل35؟ يعني لو 35.5 هقول ان ده مش هايبوثيرميا؟ ازاي؟ لما درجة الحرارة اصلا لو 36 ده بتلاقي الشخص جسمه ساقع، لو 35 هتلاقي ان جسمه كله ساقع. يعني فعلا لا، هتيجي تعمل بالبيشن هتلاقي ان درجة الحرارة بتاعت جسمه ساقعة، فده ما ينفعش. فانا عايز اخد اكشن. كذلك الامر 37.7، ولو واحد متصاب بفيروس ولقيت درجة حرارته 37.8، لا كده يبقى فيه سخونة. 1/10 فرق معايا.
فاحنا مش عايزين نوسع النورمال رينج قوي كده عشان ناخد بالنا. امال احنا امتى هناخد الخطوه؟ امتى هنعمل اكشن؟ فلا، خليها 36 ونص ل 37 ونص، وبعد كده اوبزرفيشن على طول، ازدراك الحراره، شوف الدنيا هل هو ماشي في اتجاه الهايبوثيرميا فعلا، ولا ماشي في اتجاه الهايبرثيرميا، ولا وزين النورمال رينج ده كان مغير نقص بدرجه الحراره او زياده بسبب تغيير الجو وهيعدي، وهكذا. طيب، مع العلم برضو ان في ادويه بتقلل في درجات الحراره. الكحول ذات نفسه، الناس اللي الحمد لله احنا مش عندنا الكلام ده، بس ولكن اهو معلومه موجوده برضو في الكتب ان الناس اللي بتشرب كحول كتير بتفقد درجه حراره. ليه بقى؟ فاكرين لما احنا كنا بنرش الكحول على ايد البيشنت عشان نعرف نركب له كانيولا او نسحب عينه، بنلاقي ان الاورده بتاعتنا او الوريد ظاهر، صح؟ ليه؟ لان الكحول اصلا بيعمل فازو دايليتيشن. طب وايه علاقه الفازو دايليتيشن بان هو يفقد درجه حراره؟ ما هو حضرتك لما تعمل لي فازو دايليتيشن ماشي والبلد موجود، هتبدا بقى ايه؟ ان البلد ده يكون في فازو دايليتيشن على الاسطح الخارجيه، فيبدا يحصل فقد للحراره. وده هنشرحه في ازاي اصلا بيحصل هيت لوس. المهم ان الهايبوثيرميا برضو بيقولك ان بيحصل هيت لوس اكتر من الهيت جين، يعني انت بتفقد درجة حرارة اكتر من انت بتكتسبها، وده هيعمل افكت هنشرحه. طيب، يبقى انا دلوقتي عرفنا الديفينيشن وقلنا ان في كتب بتقول ان النورمال رينج بتاع البار تمبريتشر كذا، وفي نورمال رينج بتقول لك ان البار تمبريتشر كذا، وده اللي هو اللي فعلا الدكاتره واللي احنا في المستشفيات بيبقى ايه، بنبقى ماشيين بيه من 36 ونص ل 37 ونص. وعشان اكد لك المعلومه برضو، فاكرين لما قلنا ان الضغط بتاعنا النورمال رينج بتاعه من كام لكام؟ قلنا من 120 على 80، صح؟ بلس وماينس 15 وتحت بلس وماينس 15، وقلنا نوحدها ونخليهم بلس وماينس كلهم ايه؟ 20. المهم لو جالك بيشنت البادي البلاد بريشر بتاعه، لو جه بيشنت البلاد بريشر بتاعه 140، زودنا 20 اهو، تمام، على 100، يعني كده وصل للنورمال رينج. هتقولي يا حاج روح حضرتك بخير وكويس؟ نقول له لا يا حاج، معلش، في ايه اللي مزعلك؟ شارب حاجه ولا ايه؟ طمنا عليك، في حد مضايقك؟ في واخد ادويه؟ واخد اي حاجه فيها كورتيزون؟ لان الكورتيزون بيعمل صوديوم ريتنشن فبيعلي الضغط. طيب، ولا ايه الدنيا اللي حصلت معاك؟ وهكذا. فالمهم ان انا ايه، اخد بالي. تعالى يا حاج واقيسهولك تاني. نقول للبيشنت لا شويه وهاجي اقيسهولك تاني عشان اطمن عليك. هو كويس؟ اه انت كويس، بس انا برضو عايزه ايه، اطمن عليك. هل هو هيزيد ولا هيقل؟ ما اقولش 140 على 100 واقول كده تمام نورمال. هو وزن النورمال، لكن برضو بينبهني ده كده بري هايبرتنشن، مرحله ان هو قبل ما يدخل على الهايبرتنشن. فانا عايزه اعرف هل هيدخل عليها ولا لا، وهكذا. طيب، نيجي بقى نعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز اعرف الهايبوثيرميا دي حصلت ازاي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا جيت قلت ان الهايبوثيرميا دي بتحصل بسبب 4 حاجات، ايه هما؟ يعني مثلا احنا قلنا هنا الادلت مش مهم خلاص، نقول بقى ايه ال4 حاجات اللي بتحصل بسببهم. في حاجة اسمها كوندكشن، تمام. في حاجة اسمها evaporation، تبخر. في حاجة اسمها convection اللي هو الحمل، تمام. طيب، عندي الكوندكشن التوصيل، والايفابوريشن التبخر، والكوندكشن والكونفكشن اللي هو الحمل والراديشن. يعني ايه برضو؟ انا مش فاهم. طيب، واحدة واحدة. هو الطفل ده بيفقد درجة حرارته ازاي؟ احنا بنتكلم على اطفال عشان احنا في قرية اطفال دلوقتي، لكن احنا عامة اي حد هيفقد درجة حرارته ازاي او هيكتسبها ازاي؟ وليكن الكوندكشن ده، لو انا جبت الطفل ورحت استقبلته وحطيته على السيرفو من غير ما اشغل الهيتر بتاع السيرفو، ايه اللي بيحصل؟ الطفل جبته رحت دخلته في حضانة ساقعة من غير ما ادفيها، ايه اللي هيحصل؟ بيقعد على سرير ايه؟ ساقع، فيحصل تبادل درجات الحرارة. كوندكشن توصيلي، يعني بيحصل فقد لدرجة الحرارة عن طريقة التلامس ما بين الجلد،
تمام، اللي فيه بلاد فيزلز، لان الدم ذات نفسه موجود فين؟ في بلاد فيزلز. والدم ده هو اللي مسؤول على ايه؟ على ان هو التدفئه بتاعي وعلى درجه الحراره بتاعتي. والهايبوثالاموس هو اللي المفروض ان هو بيظبط لي درجه الحراره عشان تبقى وزين النورمال رينج. تمام. يبقى كده الكوندكشن عن طريق الايه؟ التلامس. وبكده احنا بنعرف ان الطفل ممكن يفقد درجه حرارته بسبب كده. فاول ما الطفل يجي عشان يدخل نكشف عليه ولا يدخل الحضانه، بنكون مدفين الحضانه. طيب السيرفو بنكون مشغلين السيرفو قبلها. طيب نيجي بقى الايفابوريشن. ايه الايفابوريشن ده؟ التبخر. ازاي بقى تبخر؟ يعني وليكن حضرتك لما بتروح تاخد شاور، تلاقي الست الوالده بتقول لك ما تقعدش تحت المروحه، صح؟ ليه بقى؟ لان الهواء مع الميه اللي لسه على جسمك وانت مش منشف شعرك كويس ولا وشك كويس، بيحصل له ايه؟ تبخر. مع التبخر ده بيفقد درجه حراره. طيب في الاطفال بقى بنعمل ايه؟ اول ما الطفل يتولد بسرعه بنروح لفينه ببلانكت ورحنا حاطينه على السيرفو، نعمل له دراي كويس من غير ما نمسح الفيرنكس كازوزا اللي عليه، اللي هي البتاع الشكل التشيز، شكل الجبنه ده، الحاجات اللي عليه دي عشان اصلا دي حلوه للسكن بتاعه. بعد كده عندي الكونفكشن. والكونفكشن ده اللي هو الحمل. الحمل ده اللي هو ايه؟ الهواء. ماشي، يعني وليكن شويه هواء جم ساقعين، هيعملوا ايه؟ هيفقدوا درجة الحرارة. حاجات كده، فاكرين نسيم البر والبحر اللي احنا كنا بناخدهم؟ هو شبه كده. عندي بعد كده الراديشن. اللي هو ايه الراديشن ده؟ الاشعاع. ازاي بقى؟ يعني دلوقتي الناس مثلا تلاقيهم في الشتاء في الارياف بيحبوا يشغلوا اللمبة الصفراء. اللمبة الصفراء دي بتعمل ايه؟ اشعة. الشمس ذات نفسها اشعة. انا بكتسب درجة الحرارة بالايه؟ بالاشعة. الله، امال هفقدها ازاي بالاشعة؟ يعني وليكن دلوقتي حضرتك قاعد في مكان، والمكان ده مثلا الحاجات اللي فيه برد، في تكييف مثلا، تمام، ده راديشن. تمام، الراديشن مش التكييف ما بيطلعش هواء، ماشي، احنا مش شغالينه هواء، احنا مش شغالينه تكييف بس، ده راديشن. وليكن برضه في الصيف الناس تحب مثلا تحط ايديها كده على الحيطان، بتعمل الحيطان وهي ساقعه، فبتخلي في الشتاء تخلي ان الاوضه ذات نفسها برد، وهكذا. تمام. كذلك الامر برضو الحيطان دي في الصيف بتبقى سخنه، فتلاقي ان الاوضه ذات نفسها حر، وهكذا. ده كده ازاي انا بفقد درجه الحراره. وبرضو بالاربع حاجات دول الميكانيزم انا برضو بكتسب درجه الحراره. ايه بقى اللي هيحصل في الطفل لما يفقد درجه الحراره؟ وليه مهتمين قوي كده؟ اولا الطفل لما بيفقد درجه الحراره بيبقى تاثيره اسرع من الادلت. يعني ايه؟ الادلت او الناس الكبار، ما عدا الالدرلي طبعا، عشان الالدرلي ذات نفسهم ناس يعني عندهم ضعف عام، ضعف في الاميونيتي، في المناعه، ضعف في المصل بتاعتهم، وهكذا. حتى بيبقى عندهم ضعف من كميه الفات عندهم قليله. طب ايه علاقه المصل والفات وان انا اقول مناعه؟ ايه علاقه الموضوع ده كله؟ هنعرفه. المهم ان في الاطفال بنلاقي ان درجه الحراره بتاعتهم فعلا بتكون لما بتكون منخفضه بيدخلوا على الكومبليكيشن على طول، بيحصل لهم مشاكل بسرعه. طيب ليه بقى؟ اول حاجه، انا دلوقتي وليكن انا كشخص ادلت فقدت درجه الحراره بتاعتي، ايه اللي بيحصل؟ الاقي اول حاجه ان انا اطرافي بقت بارده. طبعا احنا بنقول كده ببساطه للطلبه ان الاوعيه الدمويه بتعمل ايه؟ بتتسع او بيحصل لها فازو دايليتيشن بدرجه الحراره العاليه، وفازو كونستريكشن بدرجه الحراره المنخفضه. ولكن المسؤول حقيقي عن موضوع الفازو دايليتيشن او الفازو كونستريكشن ده الهايبوثالاموس. ايه اللي بيحصل؟ طبعا في ريسبتور على السكين، ثيرمو ريسبتور. لما بتكون درجة الحرارة منخفضة تروح بعتة إشارة لمين؟ للبرين. الهايبوثالاموس يشتغل، يروح يقول لها إيه؟ مادام درجة الحرارة منخفضة كده اعملي فازو كونستريكشن. طب ليه أعمل فازو كونستريكشن؟ ما هو أنت لما بتعمل فازو كونستريكشن على الأطراف بتحافظ على الدم. يعني إيه أحافظ على الدم؟ يعني دلوقتي بخلي الدم جوه، معرضهوش للسيرفس.
يعني انا مش عايزه اعرض الدم للسطح الخارجي. ليه؟ لانه لما بيتعرض للسطح الخارجي بيفقد درجه الحراره، وانا عايزه احتفظ بدرجه الحراره خاصه للاورجن اللي جوه وللاجزاء اللي جوه، فانا مش عايزه افقد درجه الحراره. فده سبحان الله ميكانيزم. يعني حضرتك فيما معناه بتضحي بالاطراف عشان اللي جوه، ونلاقي فعلا ده اللي بيحصل. اولا الناس اللي عندها انيميا فقر الدم ده مشكله اصلا، يعني غير ان هو بيحصل فازو كونستريكشن، هم عندهم فقر دم، يعني حتى دمهم يعني قليل، فبيحصل لهم مع الفازو كونستريكشن مع البرد بيدخلوا في البرد بسرعه او كومبليكيشن بسرعه. المهم ان انا دلوقتي لما بعمل فازو كونستريكشن وبحافظ على درجه الحراره اللي جوه، عندي الاطراف بتبقى ايه؟ ساقعه، لدرجه ان هي ممكن توصل لسيانوزس. يعني حضرتك قلتي ان دلوقتي لو انا معايا الساين والسيمتوم بتاعه الهايبوثيرميا، هقول في الساين والسيمتوم، الساين اند سيمتوم، هقول ان بيحصل كولد للسكين. طبعا بيحصل كولد للسكين، بيحصل فازو كونستريكشن، يعني الاكستريميتيز بتبقى كولد. ايوه بتبقى كولد. ايه كمان؟ عندي كمان ان ممكن لا قدر الله بقى لو احنا ما تلحقناش او الشخص ده ما تلحقش، او كل مره بنأخر، كل ما بيحصل كومبليكيشن. بيحصل ايه بقى مع الاكستريميتيز دي لما تبقى كولد؟ مع كتر الفازو كونستريكشن مش واصل لها غذاء كويس. يعني ايه؟ يعني سيانوزس. يعني ايه سيانوزس؟ يعني زرقان. زرقان ده انا بخاف منه، معنى ان قله الاكسجين مش واصله، لا قدر الله بعد الشر كل مدى الكومبليكيشن بتزيد. يعني هيحصل له ايه؟ جنجرين. وعلاجها ايه؟ امبيوتيشن. يبقى ده مشكله. الهايبوثيرميا كده خطيره، والهايبرثيرميا خطيره برضو، بس الهايبوثيرميا